في الفيديو ده هقولك ازاي تتنقل بشكل سليم من الوظيفة للعمل الحر. يعني انت في شغلك انت خلاص مش طايق نفسك وعايز ان انت تعمل شيفت كارير او ان انت تشتغل فريلانسر بقى، تعمل شغل حر، تعمل حاجة خاصة بيك. فهقولك بقى ازاي يعني تاخد النقلة دي من غير ما تخسر ومن غير ما تلبس في حيطة. فتعال نشوف الموضوع ده. طيب اول حاجة كده انا عايزك تفهم ان انت لما تكون شغال حر فانت من البداية مش هتحقق اي دخل. فحاول ان انت تعمل ده في وسط ما انت شغال في وظيفتك عادي جدا. يعني انت مثلا ولنفرض جرافيك ديزاينر، خليك في وظيفتك زي ما انت، وبعد ما تخلص وظيفتك يعني انت مثلا شغال 7 ساعات 8 ساعات، بعد ما تخلصها اقعد اشتغل على الشغل الحر بتاعك. ما تقوليش بقى انا كده هشتغل 12 ساعة وانا كده هشتغل 16 ساعة وانا هتعب وانا مش عارف ايه. لا، انت بعد ما تخلص شغلك اقعد اشتغل على الحاجة اللي انت عايز تعملها شغل حر. لقيت الدنيا بدأت تمشي معاك، ساعتها بقى هنبدأ نتكلم في الخطوات اللي جاية. طيب انت خلاص خدت القرار وحسيت ان انت نوعا ما تقدر تعتمد على الدخل اللي جاي لك من العمل الحر بتاعك. فأول حاجة كده انت لازم تحسب مصاريفك لمدة 6 شهور جايين. يعني انت قبل ما تفكر ان انت تسيب الوظيفة بتاعتك، شوف انت بتصرف قد ايه. ولنفرض ان انت مثلا بتصرف 5 في الشهر، مصاريفك 5 في الشهر، فانت المفروض تشيل على جنب 30، اللي هو انت معاك فلوس تكفيك 6 شهور قدام حتى لو ما جالكش دخل. لازم تأمن اول 6 شهور، لان اول 6 شهور دول غالبا انت مش هيجيلك دخل عالي من الشغل الحر بتاعك. فلازم تأمن ده، لان لو لا قدر الله الدنيا ما مشيتش معاك فتقدر في خلال ال6 شهور دول ترجع تاني تشوف وظيفة. النقطة اللي بعد كده وهي وسع دايرة علاقاتك، لان انت غالبا بعد ما هتبقى فريلانسر انت هتبقى لوحدك. يعني انت غالبا كده هتبقى انت واللاب وشكرا. فيعني الناس اللي انت تعرفها غالبا معارفك هتقل. فوسع دايرة علاقاتك عشان لو لا قدر الله ما عرفتش تمشي في الشغل الحر بتاعك، تقدر ان انت بعلاقاتك دي وتقدر ان انت بالناس اللي كنت تعرفها في شغلك القديم. يعني ده برضو يخليك ما تعملش عداوة مع حد. انت مثلا شغلك القديم ما تروحش بقى اللي هو يعني تضربهم وتمشي، لا، خلي علاقتك معاهم كويسة بحيث ان انت لو الدنيا ما مشيتش معاك تقدر ترجع، تقدر ان انت تشوف وظيفة، تقدر ان انت ترجع مكانك تاني. وغالبا هيرجعوك لان انت يعني المفروض ان انت حد عنده خبرة وحد كان شغال في المكان ده. النقطة اللي بعد كده ومن وجهة نظري هي اهم نقطة، خطط ايامك. ولو مش عارف تعملها ازاي شوف الفيديو اللي هيظهر قدامك ده. خطط يومك وخطط اسبوعك وخطط الشهر وخطط السنة. يعني مفيش حاجة اسمها ان انت تقوم كده ونشوف بقى الدنيا ماشية ازاي. مفيش حاجة اسمها كده. انت لازم تقوم تبقى عارف انت هتعمل ايه في يومك، وعارف الاسبوع ده انت عايز توصل لايه، والشهر ده انت هتوصل لايه في اخره. فلازم تخطط الدنيا، لان انت يعني لما تتنقل للشغل الحر انت فعليا هتبقى انت رئيس نفسك. فلو سبت نفسك كده اللي هو انا قايم كده وعلى الله حكايتي، الكلام ده هيوديك في داهية، يعني هتلبس في حيطة في الاخر. فخلي بالك من النقطة دي تعتبر اهم نقطة من النقط اللي اتكلمنا فيها. النقطة اللي بعد كده يعني ما تبقاش الحد اللطيف مع كل الناس. مش اي حد يقولك مثلا تعالى نخرج في الحتة الفلانية او تعالى نعمل الحاجة الفلانية تروح. لا، اتعلم ان انت تقول لا، لان هتلاقي دايما ان انت على طول عندك شغل. انت كواحد شغل حر انت دايما وراك شغل. ففكرة ان انت بقى تسيب نفسك لرغبات الناس، واللي هو احنا في المناسبة الفلانية احنا هنخرج الخروجة الفلانية، احنا اتعلم ان انت مش دايما كل حاجة تمام انا متاح. لان خلي بالك انت قدام اهلك وقدام الناس انت قاعد في البيت، لان غالبا انت هتبقى بتشتغل من البيت. وحاول ان انت ما تشتغلش من البيت، بس يعني انت غالبا هتبقى شغال من البيت فالناس شايفاك فاضي. ولكن الحقيقة العكس تماما، الحقيقة ان انت مشغول اكتر من اللي شغال في شركة. فقول للناس دايما لا، لو حاجة جاية على وقتك، حاجة جاية على شغلك، قول لهم لا. وزي ما قلت لك من شوية ما تشتغلش من البيت، لان يعني انت هتلاقي بقى الحاجة ممسية عليك بطبق محشي، هتلاقي ابوك جاي يقول لك حاجة، فهتلاقي ان الدنيا باظت معاك، مش عارف تشتغل ومش عارف تعمل حاجة، وانتاجيتك هتقل جدا في البيت. فحاول ان انت تشوف اي حتة تقعد تشتغل فيها لو انت يعني ايه عايز تركز وكده. واكيد انت عايز تركز، ما انت مش ساب وظيفتك وراح تشتغل شغل حر عشان في الاخر ما تلاقيش تاكل. اتمنى يكون الفيديو فادك، واتمنى ان انت تركز في الكلام ده، ما تتسرعش، ما تروحش تسيب الوظيفة قبل ما تعمل الكلام اللي قلناه. فلو الفيديو فادك بأي حاجة ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.